كفايه توتر لحد كده. ولو كملت الحلقه للاخر هقولك على 9 حاجات تقلل بيهم التوتر والضغط العصبي في اقل من دقيقه. يا صباح الجمال، حلقه جديده من وانت نازل الصبح. معاكم محمد ابراهيم. وبجد بجد يا جماعه كفايه توتر، كفايه ارهاق، كفايه تفكير زياده عن اللزوم، كفايه حاجات كتير قوي الصراحه. يعني كلنا اكيد في الكام يوم اللي فاتوا دول سمعتوا عن حاجات كتير بيسببها الضغط العصبي وبيسببها التوتر. يعني مش عايز اربط الموضوع بحدث معين، ولكن انا عايز اتكلم عموما. احنا كل يوم واحنا نازلين الصبح وانت اول ما بتصحى تقول بسم الله الرحمن الرحيم هبدا يومي، فانت بتبقى على اتم الاستعداد لمواجهه حاجات كتير. انت عارف ان في حاجات كتير جايه. وخليني قبل ما اقول اي حاجه، التوتر ده هل التوتر كله وحش؟ لا، هو عادي. هو التوتر زيه زي القلق والخوف، في منهم جزء صحي، في منهم جزء حلو. يعني في قلق صحي او في ضغط او في توتر، خلينا بلاش ضغط، في توتر صحي. في توتر صحي اللي هو بيخليك تنجز، اللي هو ايه، انا عايز انجز دي بسرعه عشان خاطر مش عارف اعمل ايه، وعايز اعمل ده عشان ده صحي، ده اللي بيحرك البني ادم، ده اللي بيمشينا. انما في نوع تاني مرضي. المرضي ده بيجي لك بقى من حاجات كتير. ممكن تبقى انت داخل على قرار مصيري في حياتك، او حصل لك تغير في حياتك، الاسره، الاطفال اللي موجودين، بالمشاكل الماديه، بالمسؤوليه، باللي ما ده بيؤدي للتوتر او بيجيب ضغط عصبي. بيجيب الشغل، المدرسه، الجامعه. يعني ممكن عميل معين، لو انت صاحب الشغل على فكره، مديرك ممكن يكون هو اللي بيوترك، ايا كان. يعني في اسباب كتير. ولكن العامل اللي بيساعد على التوتر واللي انا بصراحه مهتم بيه جدا هو فكره التوقعات اللي ملهاش اي اساس من الصحه. عارفين احنا بنقعد نقدر بالبلد، يعني اعذروني، بنقدر البلاء قبل وقوعه. احنا بنعمل كده للاسف. اصل هيحصل، وصل كاني، وصل ماني، ما هو لسه ما حصلش، وعادي ممكن الموضوع يعدي ويمر مرور الكرام، يعني من بدون اي مشكله وبدون اي حاجه. ولكن احنا بنضغط نفسنا بنفسنا. هل القصه دي ليها عواقب؟ ليها كتير. ده مش معناه ان كل واحد بيتوتر او بيجيله شيء من التوتر، سواء الصحي او المرضي ده، ان هو هيجرى له كده. بس انت عرضه لده. صحتك الجسديه، جسمك، العقليه، امراض القلب والجلطات والاوعيه الدمويه والجهاز الهضمي، والقصه موال كبير جدا بسبب شويه زعل او بسبب شويه ضغط او بسبب شويه توتر زايدين عن الحد الطبيعي. باشا اعتزل ما يؤذيك. شفتوا اعتزل ما يؤذيك اللي بتبقى موجوده على جوجل دي، اللي بنشوفها، او ورقه متعلقه، او على بنترست او الكلام ده. اعتزل، عندك فرصه تعتزل واعتزلوا. ما تروحش بكره توقف شغل مع العملاء كلهم، لا، العملاء طبيعي يبقوا موترين. الشغل طبيعي يبقى موتر، بس في توتر مقبول. الدراسه تبقى موتره، الامتحان موتر، في ايوه له حد. عندك فرصه تعتزل الحاجه اللي انت شايف ان هي بتاذيك، اعتزلها فورا. فانا بصراحه بشوف انه نعمه من الله سبحانه وتعالى ان انت دنيتك تبقى مستقره، حياتك تبقى مستقره. ممكن ظروفك الماديه ما تكونش احسن حاجه، بس الحمد لله الدنيا مستقره. ما دخلتش الكليه اللي نفسك فيها، بس الحمد لله مرتاح مع زمايلك، ومرتاح مع المود العام والجو العام بتاع الناس ومش عارف ايه. الامتحان مش عارف ما جبتش احسن درجه، بس عادي ما نزلتش منهار من اللجنه. يعني ما هو مش لازم تاخد 100%. الاعتدال والوسط جميل جدا ومريح جدا وحلو جدا، بيوفر علينا كتير من التوتر. انا جاي على فتره في حياتي بقالي فتره بحاول اعمل ده الصراحه. الحاجه اللي بتوترني او بتضايقني بعتزلها، بقول لها يا سلام، باي باي. ليه؟ بدات احس ان لا، ان الواحد يعني عارف انت اللي هو ايه، ان لبدنك عليك حق. فانت يعني تعالوا نحب نفسنا شويه، تعالوا ندي نفس زي ما بندي الناس اللي حوالينا حقوقهم، او بنراعي مشاعرهم، نراعي بقى نفسنا شويه، حته كده، عشان نحافظ يعني على دماغنا وعلى عقلنا وعلى اللي باقي. وانا عايز اقول رساله لكل اللي بيسمعني ولنفسي اولكم، خلاص بقى يعني ماين الدنيا شويه. خلاص يعني لو في حد انت بتحبه او حد قصادك عمل مشكله او عمل حاجه، ما تقفلوش على واحده، يعني مشيها بقى، خلاص عديها. يعني كبر دماغك، انت الكبير، امسحها فيا انا. لان الضغط ده برضو ممكن، يعني معلش، انت ممكن موقف محرج مع اصحابك، فانت تفضل شايل الموقف ده، فتقعد تقول كاني وماني، وهم شايفيني ازاي، وهم هيفكروا ازاي، وهم هيعملوا ايه وبتاع. ما ده ضغط وتوتر كبير جدا. ولكن تعالوا نحاول نتخطاه. وبجد زي ما قلت لكم، نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا حياتنا تبقى مستقره ودنيتنا هاديه. زي ما قلت لكم في اول الحلقه، انا هقول لكم على 9 حاجات تقللوا بيهم الضغط النفسي في اقل من دقيقه. طب انا جبت الكلام ده منين؟ انا جبت الكلام ده من مركز الصحه العقليه في نيويورك، واللينك موجود، المصدر موجود، تقدروا ان انتوا يعني تراجعوا منه الكلام ده كله. محدش يضحك بقى، لان هي حاجات يعني ممكن احنا نستخف بيها شويه، ولكن تعالوا نجربها.
يمكن يكون الموضوع بسيط فعلا واحنا اللي مش عارفين. اول حاجة من ال9 حاجات هو انك تتنفس. عارفين لما دي اعتقد عارفينها، اللي هو انت بتعمل شهيق تكتم نفسك شوية بعدين زفير، اللي هو ايه خلاص انت خلاص الدنيا بترتاح معاك وتمام. زي مشهد ماجد الكدواني كده وكريم عبد العزيز في الفيلم لما كانوا بيسرقوا المتحف. الحاجة التانية اللي ممكن تعملها انك تبتسم. فبيقول لك حتى لو انت مش عايز تبتسم، يعني حتى لو انت وشك مكلضم ومكشر تكشيرة كده، فبيقول لك لا ابتسم، لانه الابتسامة دي بتخلي ان يعني ضغط الدم عندك بيقل والاسترخاء عندك بيعلى شوية. رقم 3 انك تخلي بقك ولسانك ان هما يسترخوا. يعني هو بيقولك يعني افتح بقك بس كده، خلي الدنيا ترتاح. عارف لما تفتح كده الدنيا شوية تخلي الدنيا ترتاح من الاخر كده، كأنك بتمطع بقك، بتمطع جسمك كده، مطع بقك ولسانك. تمام. عندك بعد كده رقم 4 اضحك، انك تحاول تضحك. رقم 5 احضن نفسك، واللي هو ايوه زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي، لو انت بتضم كده نفسك على نفسك وتحضن نفسك. 6 هز كتفك، هز كتافك، يعني اللي هو قرب كتافك كده من ودانك زي تمرينة الجيم كده، قرب كتافك من ودانك واعمل ده 5 مرات. رقم 7 تمارين الرياضة، بيقولك يعني اللي هو اعمل تمارين معينة كده رياضية. رقم 8 دي غريبة قوي، بيقولك قشر برتقانة، وهما بيقولوا ان ده بجد. بيقولك يعني قشر برتقانه وشم ريحتها. بيقولوا ان في دراسه بتقول ان والله الحامض بيساعد على الاسترخاء، وانا اعتقد ده لوجيك. احنا بنشرب برتقان، بنشرب ليمون، مش عارف ايه. برضو فكره التقشير برضو بحس ان مشيان السكينه او مشيان السلاح اللي انت بتقطع بيه جوه البرتقانه كده او في القشره بيبقى شيء مريح، زي الفيديوز اللي بنقعد نشوفها بالليل على انستجرام والحاجات دي. ورقم 9 هي فكره انك تقول لنفسك شكرا. قول لنفسك شكرا على الحاجات الكويسة اللي انت عملتها. عملت خير في حد، عملت معروف في حد، عملت موقف حلو مع حد عمل معاك موقف حلو يخليك تحب الحياة وتحب الدنيا مرة تانية. فصدقوني احنا كلنا كأشخاص، ما دمت انت مش مؤذي، ما دمت ان انت ما اذيتش حد، ما دمت ان انت ما جيتش على حد، ما دمت ان انت ما ظلمتش حد، صدقوني نستحق كل خير وكل تقدير، ونستحق ان احنا نخاف على نفسنا. محدش هيخاف عليك قد ما انت هتخاف على نفسك. طولت عليكم النهاردة، لكن انا انبسطت بصراحة بالحلقة. اتمنى يا رب انها تعجبكم، واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله. كان معاكم محمد ابراهيم، يومكم جميل، سلام عليكم.